السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم من جديد في عرض جديد. ان شاء الله العرض ده يعجب. فهم سببين خلوني اجيبها. اول حاجه اشتياقي لمتابعه احدث معدات موجوده في السوق، تاني حاجه لان هي فعلا مكنه فريده اصدار محدود، وحقيقي لولا ان المكنه دي اول مره يجي لي عليها طلب شديد جدا في ان انا اعرضها، حرفيا انا ما استحملتش لغايه ما توصل لي من اي تاجر واشتريتها بحر مالي عشان اعرضها لعيونكم. اكيد كلكم عارفين من عنوان الفيديو ايه هي المكنه. هي مكنه ويل ماجيك كلاب جولد زي ما انتم شايفين، الذهبيه، اصدار محدود، اصدار مميز. هنعمل معاكم انبوكسنج ليها. فهل هي المكنه بالفعل بالسعر اللي انتم هتسمعوه في الفيديو الضخم دوت، هل هي تستحق ان انت تشتريها ولا في معدات تانية ممكن توازيها بنفس الجوده وتؤدي نفس الغرض؟ فخليكم معايا واوعوا تروحوا في اي حته. واتمنى يا رب اللي ما شرفنيش بالاشتراك شرفني بالاشتراك وعلى علامه الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات باستمرار. ما تنسوش اللايك المتين، الطاقه الايجابيه، ويلا بينا نخش على عرض الفيديو. يلا بينا. وزي ما اتعودنا قبل ما نخش على عرض الفيديو يلا بينا نشوف الاعلان بتاعها الجميل. حقيقي هي مكنه فوق الممتازه، مكنه حديثه في الاسواق. كفايه كده كلام ويلا بينا نخش على الاعلان. The next generation 5-star Magic Clip Clipper is now here. The magic is in the blade. The new 5-star gold cordless Magic Clip takes everything that barbers and stylists love about the 5-star cordless Magic Clip and elevates it to new heights. The new 5-star gold cordless Magic Clip comes with the world-renowned, high-precision patented stagger tooth blending blade made from high-carbon steel, now with new titanium and DLC coatings. These blades have a lower blade temperature, stay cooler longer, resist corrosion, and are extremely strong. The 5-star gold cordless Magic Clip also comes with an even more powerful motor than the original cordless Magic Clip to cut through thick and textured hair smoothly and easily. Even with the more powerful motor, it is super lightweight and balanced with a 90-minute cordless running time. The Clipper's crunch blade technology makes a crisp crunch sound when cutting, which allows the barber or stylist to hear the hair being cut, which results in no hair left behind and creates a polished cut. The 5-star gold cordless Magic Clip also includes a weighted black charge stand with patented cord rotation along with our world-class premium attachment combs. The 5-star gold cordless Magic Clip is for barbers and stylists who want the next level of the ultimate blending tool. All the things they love about the Magic Clip, but now even better. ورجعنا لكم من جديد مع عرض ماجيك كلاب كوردلس جولد. هنا المكنه دي فعلا اصدار محدود، اصدار 2022، حديثه يعني بعد شهر 6 تقريبا او 7، يعني لسه ما بقاش 3-4 اشهر وصلت جمهوريه مصر العربيه. هنقول لكم ايه الميزات اللي فيها وايه العيوب اللي فيها، وهنعمل مع بعض انبوكسنج كامل ليها. هنا هو زي ما انتم شايفين بدايه العبوه، هو مميزينها بالشكل الذهبي الاخراز. انتم عارفين شكل الذهب اصلا مميز. الطلاق بتاعها هنا، السلاح بتاعها تيتانيوم، بيستخدم تقنيه DLC. انا ما دورتش على تقنيه DLC دي يعني ايه. هو كربون السلاح المتحرك. هنا نازل معاها دي امكانياتها. هنا السلاح المتعرج اللي هو السلاح المشرشر اللي دايما بيساعد الحلاقين بدل ما اقص الفلاش في التدريجات الدقيقه. وهقول لكم حاجه غريبه اكتشفتها فيها وهي طلعت ميزه مش عيب، مش موجوده في بعض المكن. السلاح الدراع بتاعها المتحرك زي ما انتم شايفين، الدراع دوت معدن مطلي بردك بالذهب. بعد كده البطاريه بتاعتها بتشتغل 100 دقيقه متواصل، ودي حاجه ميزه ممتازه جدا. 100 دقيقه البطاريات القديمه كانت بتشتغل من ساعه لساعه وربع، لكن دي بتشتغل 100 دقيقه متواصل، فدي ميزه مميزه جدا. بالاضافه الى معاها 8 تمشاط ومعاها المشتين الهديه اللي هو النص والواحد ونص. ده وش العبوه، ده شكل المكنه بالابعاد بتاعتها الافتراضيه بتاعت الويل. اللي عرض السلاح بتاعها 46 ملم، ده اللي عرض السلاح اللي هو الافقي اللي فوق ده. وبعد كده هنا امكانيات المكنه من ورا. هنا الامكانيات اللي جايه مع العبوه. السلاح المفروض ان دوت تيتانيوم مطلي بالذهب، فدي ميزه. المفروض ان هو مش هيطوز زي الماجيك كلاب العاديه او الاسلحه العاديه بتاعت الويل المعتاد بيها. مقاوم للحراره، مقاوم للسخونيه. فهل ده فعلا بيحصل؟ ده انا هقولها لكم مع عرض الفيديو. وادي المكنه، والمميز فيها بقى المره دي القاعده الاوريجينال، حرفيا الاوريجينال
لا يتفوق عليه. يعني هي نازله بيقول لك عليها مكنه متكامله، مش هتحتاج اي معدات تاني بعد المكنه ديت. وادي العرض الاخير بتاعها، ادي الامشاط بتاعتها، وادي المشط، وادي الزيت. نخش بينا العرض جوه، كلكم متشوقين ليها وانا كمان متشوق ان انا اعرضها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي جايه من دبي، هي حاليا متوفره في الاسواق بس بالحجز والطلب، لان هي مكان محدود بيجي حرفيا بالطلب. هعرضها لكم. ده الترانس بتاعها، الترانس بتاعها ده دي عشان جايه من دبي، فيها بس السوكت الوحيد دوت اللي هو السوكت ده اللي هو ده اللي هو السوكت الثلاثي. ده بسيط زي ما انا قلت لكم، ده انت ممكن تجيب لها فيشه ثنائيه، وفي حاليا فيش بتركب في الحيطه ثلاثيه، فهو مش هتجيب 110 فولت 220، فهو الشاحن ده مميز. هنا السوكت بتاعها دي رمادي، فالتكه الرمادي دي مخصصه للمكن الاحدث من ماجيك كلاب. دي ما تشتغلش في ماجيك كلاب، بتشتغل الماجيك كلاب بالمعدن الميتال السينيور، طبعا المكنه الحديثه ديت والليجنت اللي انا عرضتها العرض اللي فات. هي بس الترانس هو نفس الفولت ونفس الوات ونفس القدره، ما فيهوش اي مشكله، بس هي اختلاف تمييز السوكتات، فعادي تشحن كل المكن المخصص ليها. هنا نازله في كفر، هنا طبعا الكتالوجات دي كتالوجات التشغيل والارشادات، دي حاجات معروفه. هنا هوت كده كرتونه ما فيهاش حاجه تاني، ما فضلش غير البوكس دوت. البوكس دوت نازل في الاربع تمشات دول، دول الثمان تمشات اللي هم معروضين اصلا على العبوه، اللي هم معروضين هنا اهوت. ادي الثمانيه اهم، 2 4 6 8، ومعروض في وش العبوه هنا قايل لك فيه 8 تمشات. دول 1 و2 و3 و4 ونطوا 5 بقى 6 و7 و8، بالاضافه الى المشطين المميزين اللي هو النص والواحد ونص. ودي طبعا ميزه المشاط الحديثه دي، الكليبس بتاعها معدن، ما بيبص بسرعه، ما بيمطش، ما بيتكسرش، ففعلا عمر افتراضي اطول في التشغيل. نازل معاها المشط الجميل بتاعها، مشط الويل ده طبعا مشط ممتاز، انا اتكلمت عنه قبل كده كتير. ده بيشتغل في القص على الطاير اللي هي كات فلاي او للتسريح او الخصل، فهو مشط خامات فعلا فوق الممتازه. بعد كده نازل معاها الزيت وفرشه التنظيف. طبعا الزيت دوت يا جماعه احنا نبهنا قبل كده، ده اكل المكنه، ما بنستغناش عنه في الشغل سواء استخدام شخصي او مهني. المهني احنا عارفين احنا بنقدر بنزيتها كل قد ايه، اما الاستخدام الشخصي على الاقل مره في الشهر عشان السلاح ما يتلمش ويبوظ. وهنا بقى دي اجمل حاجه نزلت في المكنه، القاعده ده الستاندر بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين قاعده ويل المميزه. هنا بقى القاعده دي الجميله دي تختلف عن القاعده اللي هي موجوده في الاسواق حاليا في حدود 200 250. ايه الفرق ما بين الثاندر والمكنه الثانيه؟ ودي القاعده الثانيه زي ما انتم شايفين هي نفس الفكره، نفس التشغيل، بس هنا لو اخذنا بالنا او يمكن مش عارف اوضحها لكم كده. هنا بصوا، هنا نازل هنا في تكتين صغيرين، دول ستاندر بينزلوا على المكنه مباشره. هنا نازله سوست اهي، في سوستتين هنا اهو، دول بتغلبك شويه من الوقت بس بتشتغل. بس دي الستاندر بتاعت المكنه، يعني دي ما فيهاش اي غلبه. دي عيبها اللي انا قلت لكم قبل كده عليه، ان هي السلك بيبقى في الخلف ورا. السلك من ورا هنا بيخلي القاعده دي تتحط على السرفيس دايما بشكل مايل كده، مش شكل كده، لان السلك بياخد مسافه. هنا ميزه المكنه دي ان هي جايه بتلف 160 درجه ورا اهي، وبتيجي على الجنب. يعني ممكن تحط السلك من الجنب بس بتاخد الاتجاه اليمين، ما بتاخدش الاتجاه اليساري اللي هو من الناحيه دي، بس بتلزق في المرايه، فبتدي مسافه وبتدي في نفس الوقت امان في التشغيل. بالاضافه الى الوزن هنا وزن فعلا تقيل. الحجم هنا حجم اصغر شويه زي ما انتم شايفين كده. الحجم بتاع القاعده الاوريجينال اتقل، لذلك ما صعب ان هي ممكن تقع منها. دي خفيفه نسبيا، مش امان زي القاعده ديت، بس بالفعل هي قاعده مميزه. والقاعده دي برضك اصلا مش رخيصه، القاعده دي لوحدها فرضاني من 60 ل 70 دولار مع فرق الجمارك والشحن. نخش بقى على المكنه الجميله ماجيك كلاب جولد. واو، مكنه جامده جدي، جامده، مفيش احلى من كده حقيقي. اجمد مكنه مسكتها من فئات الويل حرفيا، شكل رهيب، خامات ملهاش حل. الملمس بتاعها زي ما هو احتفظ بشكل الماجيك كلاب بنفس الشكل بنفس الاطار، مع اختلاف تغيير الدراع دوت لمعدن. ده تاني مكنه تنزل فيها التغيير الدراع اللي هو بيرفع السلاح وينزله، ده المعدن زي المكنه الليجنت الشحن. هنا بقى السلاح بتاعها مختلف تماما. السلاح بتاعها هم قالوا ان هو ما بيسخنش، هو بيسخن بس ما بيسخنش لدرجه ماكينات الويل العاديه. ماكينات الويل العاديه بالفعل مع التشغيل المستمر ممكن توصل لسخونيتها ان هي تلسع الجلد، لكن دي بتبقى دافيه فبتديك امان وما تديش احساس للزبون ان هي فعلا سخنه، عشان ما توصلش بيه ان هو يبعد دماغه وانت بتحلق. ففعلا السلاح دوت ما بيسخنش بسرعه بفضل اللي هنا السلاح زي ما انتم شايفين اخذ هنا الشكل الاسود، البلاد بتاعها بقى اسود. هنا الشكل الذهبي، يعني المفروض ان الشكل ده مش هيطوس زي المكنه الماجيك كلاب. يعني بصوا هنا الفرق ما بين الاثنين، ده كده مطلي، ده زي ما احنا قلنا بلاتينيوم او صلب او ايا كان النوع الماده، فهو مطلي. اتمنى مع الاستخدام ان هو ما يطوسش اللون. دي الماجيك كلاب فقدت اللون بتاعها، احتفظت بالشكل.
هنا بقى كلمه ماجيك كلاب اختفت من هنا زي ما انتم شايفين، هنا محتفظه بيه. هل بقى دي طباعه ولا هي مطبوعه عكسي ولا هي قطعه عشان ما تروحش؟ اتمنى ان هي ما تروحش، هي شكلها حته بلاستيكه بس حاطين الطباعه من تحت فالشكل نفسه ما يروحش. هل بقى مع الاستخدام اللون ده هيبتدي يتغير ولا لا؟ اظن ان هو طلاء فاخر. التقفيل بتاعها اصلا رهيب، الملمس بتاعها ومسكتها هي الماجيك كلاب، مفيش اي اختلاف. هنا بقى اللي انا لاحظته في المكنه ديت الحده بتاعه السلاح ده في حد ذاته جاي من الحته دي حاد، مش جاي مقوس، فالحديه ديت فعلا بتدرج اقل درجات الزيرو. السلاح بقى المشرشر اللي جوه دوت اللي هو بيشتغل، انا قلت قبل كده بيشتغل زي المقص الفلاش، السلاح الاسود اللي جوه وموجود في الماجيك كلاب ابيض، ده اللي هو كربون او هو معدن بس مطلي معالج، الله اعلى واعلم، بس اهم حاجه انا عندي ان هو ما بيسخنش، فده بيشتغل في القص شغل مقص الفلاش دوت، فبيدرج بطريقه انسيابيه فعلا تفوق الوصف. قوه الشحن بتاعتها رائعه. الزرار دوت ده نفس زرار ال 19 اول ما نزل، بعد كده نزل في الويل ليجند الشحن، بعد كده نزل في الماجيك كلاب الحديثه. فيها علاقه اهي زي ما انتم شايفينها جميله تتعلق، بس اكيد انا مش هعلقها لان انا بشتغل بيها باستمرار، فالشغل هنا القعده نفسها ريحتني. هنا بقى معلومه مهمه جدا انا للاسف وسامحوني ان انا قلتها خطا في المكنه اللي فاتت اللي هي الويل ليجند كوردلس، الشحن بتاعها بيكون ازاي؟ لان ده حيرني، لان انا كان معايا الماجيك كلاب و19 وكان معايا الحمد لله الماجيك كلاب بالمعدن، الشحن بتاعها اللمبه بتنور، مجرد ما تخلص شحن اللمبه بتطفي. اما غيروا هنا التقنيه، فركزوا معايا في الفيديو الصغير اللي يظهر دوت هنا. الفيديو زي ما انتم شايفين مجرد ما هي المكنه بتبتدي تقل من 15 ل 20% او 18% زي الموبايل طول ما هو معاك البطاريه شغاله هتلاقي لون البطاريه فوق في اعلى شاشه الموبايل بيضه، مجرد ما تقل او تكسر ال 20% تبتدي البطاريه نفسها تحمر. فهي نفس القصه هنا، طول ما انت شغال بالمكنه المكنه منوره معاك ما بتطفيش، اللمبه بتاعتها هنا ما بتطفيش، يعني طول ما انت شغال المفروض اللمبه دي تفضل منوره دايركت. مجرد ما اللمبه دي تبتدي تومض زي الفيديو زي ما قلت لكم الفيديو ده بقى، بصوا الوميض هنا عامل ازاي، ايوه بالظبط كده ده الوميض. مجرد ما تبتدي الوميض ده يبقى كده المكنه محتاجه شحن، فبتديك انذار ان انت تخلي بالك ان المكنه قربت تفضى، اوتوماتيك تبتدي تحطها على الشاحن بتاعها او على القاعده فتقدر تكمل بيها شغل. مجرد ما بتشحن اللمبه دي ترجع تاني تقف ثابته زي ما هي، تستمر على اللون الازرق الفسفوري بتاعها الجميل دوت اهو، شايفينه اهو، انا شايفه، انا عندي ازرق مش عارف انتوا شايفينه في الكاميرا ايه، قول لي في الكومنتات. بتفضل النور بتاعها ده شغال، بس هي بتشتغل سواء بالكابل او بتشتغل بالشحن. وقلت قبل كده ما تخافوش من المكن الشحن ده مكن مميز، مكن حديث فعلا، مكن قوي. نيجي بقى للمنتظر من الجميع، المكنه دي حاليا في الاسواق المصريه ثمنها حوالي 4000 جنيه، هي على المواقع عامله 229 دولار، ده اقل موقع شفت فيه السعر. المكنه دي نازل منها عبوتين، العبوه اللي هي نزلت للشرق الاوسط والعبوه السوداء اللي انتوا هتجوها على اغلب المواقع، بس خلوا بالكم لو حسبتوها بال 229 دولار ان هي ممكن ثمنها يبقى اقل من 4000 جنيه، فالثمن دوت غير شامل لا الشحن ولا الجمارك ولا النقل الجوي او البري. ان وجدت وتوفرت في اي دوله فهو ارخص ما انت تشتريها من على اي مواقع، وخاصه مواقع امازون. فعلا مكنه تستحق الاقتناء بس ثمنها غالي جدا جدا، يعني تقريبا دي تاني اغلى مكنه انا هجيبها بعد الماجيك كلاب العاديه. الماجيك ب 4000 جنيه. وبكده يكون انتهى الفيديو، واللي وصل معايا لغايه اخر الفيديو انتوا اجمل ناس في الدنيا، واللي ما شرفنيش بالاشتراك شرفني بالاشتراك وعلم علامه الجرس عشان يوصل لك كل الاشارات، وما تنسوش باستمرار اللايك المتين للطاقه الايجابيه. وبكده اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.